pick 'em up, let 'em drop. East side, 59 with the choppers out to rock. Mama's cry, kids die. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده نسختي فيرجن 12. قبل اي حاجه تابع الفيديو ده للاخر علشان ما تجيش تسالني في حاجه، علشان مش هينفع ارد على كميه الناس اللي بتخش لي برايفت. تمام؟ اتفرج بس على الفيديو ده للاخر علشان تفهم كل حاجه، لان النسخه تعاملها صعب. تمام؟ قبل اي حاجه بس كده نخش على ام تي مانجر. هنخش كده على النسخه. مبدئيا كده النسخه مش متشفره صور، لكن متشفره ملفات. لو انت عايز تعدل على الصور قشطه، لكن ما تنزلهاش على اليوتيوب وتقول دي بتاعتي والنسخه دي انا تعبت فيها وكده. تمام؟ ندخل على الكلاسيس كده. كلمه ايفل اهو. لحد دلوقتي 1000 ملف باسمي. زي ما قلت لك النسخه مش متشفره صور. وعايز تغير الاسم اللي في المسطره براحتك، لكن ما تنزلهاش يوتيوب، هتبقى لاستعمالك الشخصي. ما تنزلهاش يوتيوب وتقول انها بتاعتك. اخش اشلف لك الكومنتات. تمام؟ 40000 ملف، 575 ملف باسمي في النسخه. تمام؟ 40000 ملف في النسخه باسمي. الملفات الاساسيه اهي. تمام؟ ملفات كلها باسمي. تمام؟ عشان لو عدلت عليها وقلت انها بتاعتك هخش افضحك. تمام؟ هجيبك بلبوس. ايه تاني؟ النسخه طبعا مش متشفره صور، الصور كلها اهي. باك جراوند. الصور كلها اهي لو عايز تعدل على الصور، لان في ناس الصور بتاعتي مش بتعجبها. تمام؟ نخش بقى على النسخه كده بسرعه علشان ما ناخدش وقت. ده بعد ما انا خليت السيم وركبت السيم، وهسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك النسخه مباشر ولينك السيم مباشر. تمام؟ ده بعد ما انا عملت السيم وظبطت الدنيا وركبت كونفرزيشن. النسخه هتفتح معاك بشكل ايه؟ بالشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي، بالشكل ده. تمام؟ اول ما تيجي تثبت النسخه هتفتح معاك بالشكل ده، بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام؟ طيب هتعمل انت ايه بقى علشان تخلي النسخه ليها واجهه تانية وكده، لان النسخه صعبه. انا قلت لك تابع معايا الفيديو للاخر. هتخش على اعدادات النسخه. هتفتح معاك شبه نسخه يوتيوب بالظبط. قبل اي حاجه بس دوس فولو كده، هيدخلك على قناه اليوتيوب بتاعتي. يبقى اعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. هتعمل ايه؟ هتخش على السيمات، وهسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك السيم بتاعي. هتدوس على دي، هينزل لك في الداونلود. تمام؟ هتركب السيم عادي زي اي نسخه. بعد ما السيم ركب تقوم انت داخل تاني على الاعدادات، وتقوم داخل على الشاشه الرئيسيه البار العلوي. هتقوم دايس على دي اي او اس. هيبقى شكلها احلى وبراحتك، في كذا واجهه. تمام؟ ليها كذا واجهه، بس انا بفضل الاي او اس. لو انت تفعيل الستوري في مثل الانستجرام مثلا، هتقوم عامل كده، هيظهر لك هنا ستوري في الواجهه نفسها، ودي اشكال الستوري. تمام؟ ما علينا، نفسها ما احبش الستوري في الواجهه. كده انت فهمت هتعمل ايه؟ طيب هتيجي تقول لي طب لو انا عايز اخلي الكونفرزيشن المتحرك اللي هو الجديد، طبعا دي الواجهه. وانت داخل تاني في نفس المكان، الشاشه الرئيسيه، الاسطر، ستايل الشاشه الرئيسيه. هتفعل التليجرام دي. تمام؟ تمام. زي ما انت شفت الكونفرزيشن الجديد اهو، والواجهه اتعملت وكده. تمام؟ زي ما انا وريتك في الناحيه الثانيه نفس الشكل. فهمت انت تعمل معايا ايه؟ وبراحتك ركب السيم اللي انت عايزه. ومن جوه الشات برضو شكله حلو من جوه الشات اهو. تمام؟ نقلب بقى لغه التليفون انجليزي عشان نعرف نتعامل، ولا قبل ما نقلب لغه انجليزي. دي بتاعت الواجهه الاولى اللي هي اول ما تفتح النسخه، دي لازمتها الواجهه الاولى. وهنا في تساقط التلج بشكل جديد، لو فعلته كده زي ما انت شفت تساقط التلج بشكل جديد اهو. وهنا شكل الصوره الاول وشكل الصوره الثانيه اللي هي كانت في الواجهه. تمام؟ وهنا شويه حاجات هتنفعك، وده اللي بيعرفك نوع الموبايل اللي النسخه عليه. تمام؟ انا معايا موبايل اوبو. تمام؟ واندرويد 8 فعلا. وده التحكم في لون التلج. لو انت عايز تخلي مثلا لون التلج ايه، مثلا اصبروا، هخليه مثلا ازرق.
تمام اهو اللون بقى لونه ازرق اهو. قشطه. هنخش بقى على مواصفات النسخه. انتوا كده فهمتوا ده ايه لازمته. ده عشان الواجهه الاولى. هنا لو عايز تقفل النت على النسخه مفيش حاجه هتجيلك. لو لقيتوا العلامه دي بتتحرك اعرفوا ان النت مقفول على النسخه، او علامه القفل دي. تمام. مفيش ولا رساله هتتبعت ولا رساله هتجيلك، عشان ما تفتكرش ان النسخه مهنجه، لا. وهنا لايت سيم والدارك سيم، وبيظهر طبعا هنا اخر ظهور للي قدامك. نخش بقى المواصفات. هنا الخصوصيه، اخفاء اخر ظهور وعدم السماح لحذف الرسائل واخفاء مشاهده الاستوري وكده. دي خصوصيه البرايفسي اللي هي بتاعت يوتيوب كامله. وهنا رد التلقائي. لينك قناه ايفل، لينك القناه بتاعتي لو عايز تخش. وهنا الرد التلقائي بالتاريخ، ممكن تحدد التاريخ مثلا لو انت عايز تنام وعايز تبعت رساله لحد مثلا على الساعه 5 او كده، في رد تلقائي بتاريخ، ورد تلقائي لجهات الاتصال، ورد تلقائي للرومات. تمام. وهنا بقى ثواني كده نخش على اعدادات النسخه. زي ما قلت لكم لو دوست فول هيدخلك على قناه اليوتيوب. هنا الحمايه والخصوصيه، الحمايه والخصوصيه بتاعت النسخه كلها. وهنا السمات زي ما انت عارف السمات. والنت وحش اصبروا يا جماعه. تمام. السمات ركب السيم اللي انت عايزه. وهنا لو عايز تحط سيم على النسخه متسجل على جهازك. وهنا اعاده ضبط اللي هو بيرجع لك السيم اللي هو اول ما فتحت النسخه. تمام. وهنا كل سمات ماشي. هنا الالوان بتاعت النسخه. وهنا خلفيه الشات من بره. تعال اوريك حاجه. مثلا نحط اي صوره كده. ثواني. مثلا نحط الصوره دي. طبعا اللي انتوا شفتوها دي صوره ملغمه. تمام. حطينا الصوره اهي. بس انا من رايي ما بحبش الصوره اللي ورا الشات دي بتضايقني. تمام. الوان، خلفيه، لون ثابت. تمام. ثواني. لون ثابت. خلوه اسود. تمام. ايه تاني. وهنا الستايل. هنا عشان تغير الايموجي بتاع النسخه كله. هنا بتاع ايفون، وهنا الاندرويد القديم، وهنا الفيسبوك، وهنا الاولد واتساب اللي هو الواتساب القديم، وهنا الواتساب اللي هو العادي. تمام. وهنا تغيير نوع الخط لو عايز تغير الخط بتاع النسخه. كوفي مديد وكده. وتغيير ايقونه التطبيق اللي هي الايقونه اللي بره. وهنا تغيير ايقونه الاشعارات. سيبك منها ملهاش لازمه. وهنا اخفاء الوسائط لو حد مثلا بعت حاجه في رومات او جهات اتصال او كده ما يظهرلكش على الجهاز عشان المساحه وكده. تمام. وهنا النسخ الاحتياطي والاستعاده علشان ملف السرعه. طبعا انتوا فاهمينها من غير ما اقول. وهنا اعدادات النسخه الاصليه. هنا عشان تقلب اللغه انجليزي وكده. بصوا بقى شايفين دي بتحول اكتر من 200 من 5 شتات. تمام. علشان اللي هي اعاده التحويل. وايه تاني. ثواني. وهنا تفاعل متصل دائما ما علينا. الشاشه الرئيسيه. هنا البار العلوي زي ما انا شرحت لكم ده بتاع الواجهه. والاسطر ده اللي هو السطر اللي بره زي ما انتم شايفين. اتحكم بقى في الالوان وكل حاجه. واخر ظهور اهو. لون انت بقى. والحاله. ثواني. لو انت عايز تخلي النسخه تنزل ستوري اكتر من 30 ثانيه تقوم داخل على الحاله وتقوم نازل تحت. دي الاكتر من 30 ثانيه 5 دقائق. تمام. توصل ل5 دقائق. ولو نزلتوا تحت هنا في تحرك شتات و3 دي. تمام. ال 3 دي هوريه لكم دلوقتي. ال 3 دي اللي هو الشكل ده، الشكل اللي بيتحرك ده. تمام. ليه اشكال كتير. وشاشه المحادثه. الشاشه اللي جوه اللي هو البار العلوي اللي هو ده. والفقاعات الصح اللي هي العلامات الصح اللي جوه. والاشكال اللي هي الفقاعه دي. وستايل المنصه اللي هو الستايل ده ليه كذا شكل. مثلا خليه مود اهو الشكل اتغير. تمام. وهنا علشان الستوري ما علينا تحديثات. دي تشينج لوج. تشينج لوج ده عظمه. لو دوست على ماي شانل دي هتدخلك على قناتي.
هنشوفها في الفيروس دلوقتي. تابعوا معايا عشان ما تتلخبطوش في حاجه. تابع المطور للاخر، شكرا ليه. دي الكريدت شكلها عظمه، لو دوست برضو على دي هيدخلك على قناتي. كده احنا شرحنا الحاجات اللي موجوده هنا، تمام. شرحنا الحاجات اللي موجوده هنا. خش بقى اوريها لكم كده في الفيروس. ده فيروس الستيكر اللي هو الصور. طيب قبل اي حاجه بس نقلب كده لغه النسخه انجليزي احلى عشان بتبان في الفيروس احلى. خلي لغه الانجليزي، خلي لغه النسخه انجليزي، انجليش. والله راجع من الشغل فبتلخبط في الكلام، معلش. كده اللغه اتقلبت انجليزي. ده فيروس الصور اللي هو اللي بيهين معظم النسخ. وده الفيروس اللي هو الستيكر، ده برضو فيروس صور برضو، تمام. برضو مش بيتقل حاجه اهو اهو. طبعا انا مقصر لكم حروف الفيروس عشان ترمي طلقه، ومخلي لكم نسخه ترمي طلقه. هجربها لكم دلوقتي، تمام. وده فيروس الاقزام. وده كونكت اهبل، ما تشغلش بالك، اصبروا. هجربها لكم في الرمي دلوقتي. طبعا النسخه مش بتهنج ولا واجهه ولا شات ولا الكونكتات خالص. نرمي دول كده عشان وقت الفيديو. نرميهم على اي اجنبي من دول، اصبروا. نرميهم على ده مثلا، خليكم معايا. بصوا بترمي طلقه بمعنى الكلمه، بترمي طلقه. زي ما انت شايف رمت طلقه، رمت طلقه اهو، تمام. وبتجري في الشات ولا اي حاجه. طبعا النسخه مش بتهنج واجهه ولا بتهنج حاجه في الشات ولا بتهنج كونكت ولا بتهنج فيروس الفيديو. اصبروا بقى، تعالوا اتفرجوا على فيروس الفيديو. الفيروس بتاع الخريطه بيجي لك صغير كده، تمام. وهنا طبعا فري بلاي متحرك. وفيروس الفيديو اهو. وطبعا في نغمه حطيتها لك في الريكورد، تمام. نسخه مش بتهنج فيروس الفيديو اهو. وحتى لو دخلت على الستوري الكلام موجود تحت اهو. معرفش مين ده اصلا، ما علينا. الكلام موجود تحت اهو. وبرده اسامه الفشخانجي فك تشفير فيروس الستيكر، والاسامي موجوده تحت اهي، تمام. الاسامي موجوده تحت، ما اتلغتش ما اتحرقتش، تمام. زي ما انت شفت. تعالوا بقى نتكلم كده شويه، افرجكم على الملفات اللي بره، تمام. اصبروا كده اوريكم حاجات اخيره. اوريكم حاجه اخيره، اصبروا. هنا راستر الواتس، لو انت عايز تراستر الواتس، لو الواتس مثلا تقل معاك او حاجه زي كده، هو هيشتغل لوحده، تمام. وهنا مسج الرقم مش متسجل، هتعمل ايه؟ هتقوم انت عامل كده زائد 20 1 2 7 7 6 7 1 9 2 7، ده رقمي، تمام. هيدخلك على الرقم. وهنا جروب جديد اللي هي رومات، لو عايز تعمل رومات. وهنا رسالة بي سي، رسالة جماعية، بدل 250 1024. وهنا الواتساب ويب، الواتساب الويب. وايه تاني؟ وهنا رسالة مميزة بنجمة. تعالوا نخش بقى نشوف الاباوت. الاباوت بتاعها عظمة، النسخة عظمة بجد، ما بتهنكش حرف. ده الاباوت بتاعها. تعالوا بقى كده نخش نشوف الرومات. طبعا الشتات لوحدها والرومات لوحدها، وفي برضه زرار بتخلي الاتنين مع بعض وبراحتك، تمام. انا مش ادمن اهو. بتخش كده، بتخش على اعدادات المجموعه وانت مش ادمن، بتبقى سهله في سحب الرومات. تخش على سحب الرومات تعمل كده، تمام. ايه تاني؟ تعالوا بقى كده اكلمكم بالبق كده في حكايه النسخه من جوه. طبعا النسخه زي ما انت شفت مش بتهنج فيروس الفيديو، والكلام اللي في الستوري باين.
مش بتهنج فيروس الخريطه، مش بتهنج اشعارات، مش بتهنج حرف، مش بتهنج كونكتات اصلا، ولا بتهنج واجهه، مش بتهنج اي حاجه، ولا بتهنج فيروس الصور والستيكر الجديد ده. تمام. مبدئيا كده الريس مش متشفر، فانت لو عايز تعدل عليها عدل، بس مالكش دعوه بالملفات اللي جوه اللي انا هوريها لك تاني. ده لسه كمان في الكلاسيس 2 والكلاسيس 3 ملفات تانية كونكت، علشان ما تتحرقش منك وترجع تقول انا ايه اللي خلاني اعدل. تمام. عايز تغير الصور براحتك، تمام، بس ما تغيرش الاسامي اللي جوه اللي هي دي. اسمع مني هتتحرق منك. زي ما انت شايف 40,000 ملف باسمي اهو. تمام. الملفات كلها باسمي. بس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم في فيرجن 12، عشان بس محدش يجي يقول لي ايفن مش عارف استعملها وكده، زي ما وريتكم خطوه خطوه. وبعد اذنك بقى كده قدرني وشير الفيديو. فليه بقى انا بقول لك ما تغيرش الملفات اللي جوه؟ عشان لو انت دخلت كده على مدير الملفات، دخلت على تخزين الهاتف، بصوا انت اول ما بتستعملوا النسخه مثلا وواحد بعت لكم صوره، او مثلا اتكلمتوا كتير، او مثلا بعت لك نسخه، بعت لك حاجه، بيعمل نسخ احتياطي للميديا بس، مش عشان تركب ملف بسرعه. تعالوا اشرح لكم ازاي. يعني هو هنا ظهر لكم ملف ايفل فيرجن 12 من غير ما اعمل نسخ احتياطي، هتلاقوا جواه ميديا. الميديا دي لو مثلا حد بعت لك صوره وكده، تمام، تلاقوا هنا الملفات كلها باسمي. لو انت غيرت حاجه اسمع مني والله هتتحرق منك. في الملفات اللي هي من جوه، اللي هي 40,000 ملف باسمي، هم دول لو انت غيرت حاجه منهم النسخه هتتحرق. انا طلعت جدع معاك وقدرتك، لان في ناس كتير طلبتها، قالت لي ايفل سيب النسخه ما تشفرهاش صور عشان الصور بتاعتك مش قوي، فانا سبت لكم النسخه عدلوا عليها كصور براحتكم، لكن ما ترجعش تاخد النسخه وتسرقها وتعدل على الاسامي وتقول دي نسختي. لا، اطلع شلف لك في الكومنتات، ده غير كده النسخه تتحرق منك. تمام. انا قدرتك وسبت لك الصور مفكوكه براحتك انت بقى. شيروا بقى الفيديو ويا ريت تقدروني، لان انا جبت لكم النسخه بجد عظمه المره دي. يعني كفايه انها بتهنكش اشعارات ولا فيروس الفيديو، وايه تاني، ولا فيروس الستيكر، بجد عظمه. يعني يا ريت بقى تقدروني وتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لو نزلت اي حاجه جديده، واعمل كومنتات واعمل لايك كده. يعني قدرني زي ما بقدرك، يعني انا بقدرك وبتعب في النسخه، انت قدرني باشتراك واحد، مش هتخسر حاجه. بس كده زي ما وريتكم الملفات براحتك، 40,000 ملف باسمي، هجيبك بلبوس لو عدلت عليها. عدل صور يا قلبي براحتك. يلا، السلام عليكم.